محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cek mic ini. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق.
واتقيها عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك مشفع السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام على المقدم في الإمام السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام على المقدم في الإمام السلام عليك مشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي ودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب ودنا بك يا حبيب
حبيبنا اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنات ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل أبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا الأبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وترمزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك
عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علام قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من علام الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان ومن سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحميد. يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما العنا من والى بحبيب
لنا ما نوالا بحبيب عملنا ما نوالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجوز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فما فجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفعله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما عزبها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وابرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به وينبسط في قلب نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا زهوة المجد بقربه وتفيأوا ذي الأشراف الأجلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. رقت عيناي شوقا والطيبة ضرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدع يا قلب ورفقا. رقت عيناي شوقا والطيبة ضرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدع يا قلب ورفقا. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي
قلب بالحق تعلق وبظاهرها تعلق يبكي يسأل خالقه فأراه الوهي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله يا حبيبي يا نبي الله يا رسول قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله يطرها يبقى إذا مست أيادي المصطفى كالورد نادي يبقى إذا مست أيادي كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا سيدنا النبي صلى عليه وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان الشمس منه البدور ظل له بل كان نورا الشمس منه البدور يكن الهدى لوله ولم يكن الهدى لوله ولم يكن الهدى لوله الله بنور سيدنا النبي جميل وجميل وجميل وجميل
سألتم النبي فهو إنسان عظيم إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم لو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم الله وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم قديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيرة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع فروجه وقد ذكرت الأقدار الأزلية بما قدت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وخصت به من خصص صلى الله عليه وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأكبر ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من أجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بأشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنها تعرف الأقلام عن شؤون الخير الأنام ولكن هزني إلى تدوينها ما حفظته من سير أشراف المخلوقين
وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه وسلم في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الهدرة الكريمة ولعيد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبدون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه الذي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على آل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. سبحان من سماك محمد صلوا عليه وآل المحامد سدد خطاه
سماك محمد صلوا عليه وآل المحامد سدد سدد خطاه سبحان من سماك محمد صلوا عليه وآل المحامد سدد سدد خطاه الله فكنت الأحمد الله الله فكنت الأحمد أبت الله فكنت الأحمد أبت الله فكنت الأحمد من العباد ربي اجتبى سبحان من سماك محمد صلوا عليه وآل المحامد سدد سدد خطاه أنزل عليك قرآنا مجيدا الله عليك قرآنا مجيدا أنزل عليك قرآنا مجيدا أنزل عليك قرآنا مجيدا لرسالته قد اصطفى سبحان من سماك محمد وآل المحامد سدد سدد خطاه فصيرك بدرا منيرا فصيرك بدرا منيرا فصيرك بدرا منيرا فصيرك بدرا منيرا أنار الكون من سلام سبحان من سماك محمد وآل المحامد سدد سدد خطاه صلى عليك الله يا من الله عليك الله يا من صلى عليك الله يا من صلى عليك الله يا من بسر المحبة قد حبا طوبى لله تائبين بتقوى الله صابرين طوبى لله تائبين بتقوى الله صابرين محمد فيه بدنيا ضواها والنفوس تمر بهواها العلوم مولانا معاها بتقوى الله صابرين الحق منصور ظاهر والدنيا غرور ومظاهر هواها مهما كذباتر بتقوى الله صابرين لله تائبين بتقوى الله صابرين طوبى لله تائبين بتقوى الله
الصابرين مهما نبي بدنيا غوار والنفوس تمر بهواها بالعلوم مولانا معها بتقوى الله صابرين سبحان من سماك محمد صلوا عليه وعلي المحامد سدد سدد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه وموضع علقت فيها الجدرات المكنونة والجورة المسونة والكون كله يسبح ويمسي بسرور وبدها صلى الله عليه بقرب زور إسراك هذا السراج والأين متسوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفاسه العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك الآن إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمعة مثل البراهي بملقة أشراف البريات وبرزه من عدم إعفاء إلى عدم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأثر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم كبير مئنة التشريف والتعظيم ببروز هذا بشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه إلهي يا سميع يا بصير إلهي يا سميع يا بصير ويا رحمن يا نعم النصير ويا رحمن يا نعم النصير إليك شكوت تقصيري وضعفي وأرهقني على نفسي مصير ويا رحمن يا نعم النصير ويا رحمن يا نعم النصير ووافقني لما يرضيك واغفر ذنوبي يا علي يا
وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. حين كرب أوان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت جناح هذا المستور ليبرز النور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أيدرى إن ودئه أمة تعنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكامل من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعزيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Ami Abdurrahman, Terbangan Palembang. Mana Ami Aman? Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika,
صلوا عليه
وبجاهه يا إلهي وبلغ كل ما قصر الله صل يا ربي على من صل يا ربي
صلوا على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعتطر الطرق والمنازل وبعرف ذكره وتطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجمل في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم سها في إنانه صلى الله عليه. وقد انقصد الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دار هذه الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي به معمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخاصة بالصلة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته فحكرها لفترشاها من كل بيوتات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين.
أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصوص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك بعبادك وزرقك وسئ إنشادك لأهل إمدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدواتنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا آمين وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحجك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا عطما برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآثره ووالاه وضاهره وعم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قتلنا ووالدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم رجل القويم بجميع الأقدار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك والنصر على المعاندين من الغنى والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالهد المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك غائبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن عليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Amin, kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-15 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah. Mudah-mudahan hadirin yang kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya.
Ma'asyiral habaib al-asatidzah wal hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikut yaitu kata sambutan dan mau'izatul hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam ke-16 peringatan Maulid akan diadakan di Warung Silaturahmi Masjid Mushola Alang-Alang Lebar, bertempat di rumah Kompol Haji Fauzi di Jalan Hasanuddin ET 89 RW 13 samping Masjid Munawwaro Maskarebet. Insyaallah yang mau pergi ada jemputan mobil di Masjid Darul Mutakin, dijemput 7 mobil. Dan pada malam Rabu peringatan Maulid akan malam ke-17 peringatan Maulid akan diadakan di Masjid Kiai Morogan di belakang stasiun Kertapati. Dan pada malam ke-18 malam Kamis peringatan Maulid akan diadakan di rumah Sayyidil Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar, bertempat di Kampung Al-Munawwar 13 Lu. Dan untuk undangan besok pagi jam 10 sampai dengan selesai, bertempat di Pesantren Zakiyah Sahabiyah di Jalan Sukorojo, Lorong Kunil, belakang Masjid Abi Hasan. Dan pada sore harinya peringatan Maulid akan diadakan di Mushola At-Thayyibah, Jalan Ali Ganil, Lorong Sungai Bayas atau di samping Gedung Pak Alawi. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk mau'izatul hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ali bin Abdullah Bausen. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Mudir Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad bin Ghalim Al-Kab wa ahlihi wa falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan ahdal jinan fatahiyatuhum fiha assalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadkhulu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunallu bihi al-raghaib wa husna al-khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatul mukarram wal muhtaram Sayyidul Walid Abuya Ustaz Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Syahab, Mudir Pondok Pesantren Rubat Al-Muhibbin Palembang. Hadir juga bersama kita Fadilatul Habib Sayyidul Walid Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsi, Mudir Pondok Pesantren Ar-Riyad Talang Betutu. Dan juga hadir bersama kita Rais Rabitatul Alawiyah Al-Ustaz Abdurrahman bin Hasan Al-Habsi. Juga hadir bersama kita yakni Al-Habib Ustaz Umar bin Muhammad Al-Munawwar, Mudir daripada Yayasan Shifa'ul Mu'min. Begitu juga orang tua kita bersama yakni Sayyid Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid, para habaib, para asatiz, para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para aparatur pemerintahan, TNI, Polri yang hadir bersama kita, dan para hadirin yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yakinlah bahwasanya perkumpulan seperti ini insyaallah akan mendatangkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan mahabbahnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lupa mungkin insyaallah menjadi cinta kembali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang kita sudah cinta insyaallah bertambah dalam cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat momentum seperti inilah perayaan Maulid Mawalid dari tempat ke tempat, dari lokasi ke lokasi, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari ma'had ke ma'had, semuanya insyaallah akan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak akan sia-sia berkumpulnya kita pada tempat-tempat seperti ini, pada perayaan-perayaan Maulid seperti ini, melainkan akan menambahkan kerinduan kita, akan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara undangan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Jah. Bukanlah Al-Bagir, bukanlah kami yang mengundang antum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga firdausil a'la, amin ya rabbal alamin. Tidak panjang-panjang ya, karena insyaallah waktu yang panjang kami haturkan kepada pemauizah hasanah, penceramah kita pada hari ini, sahabat kami, saudara kami yang sama-sama kami menuntut ilmu di Lubang Birbit asuhan Abu Yusuf Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Sahab, yakni Sayyid Ali Al-Ustaz Ali bin Abdullah Bah Hussein. Mudah-mudahan apa-apa yang akan disampaikannya kelak akan membawa kebaikan untuk kita semua dan akan menjadikan kita lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الحاضرين أيها الآباء وأخوان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان فتحيته فيها سلام. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memperkumpulkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, karena sebab yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama orang-orang yang mulia hadir bersama kita, di antaranya Sayyidul Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, begitupun Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, Wal-Habib Ali Al-bin Hamid, dan begitupun para habaib yang lainnya yang kami yakin berkat daripada mereka lah guru-guru kami, tuan-tuan guru kami, yang dimana kami dididik oleh mereka. Kami pun mengharap pandangan dari mereka, kami pun mengharapkan keridhaan dari mereka, dan berkumpulnya kita di sini berkat daripada adanya mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkumpul kita beramai-ramai, duduk kita bersama-sama adalah bentuk apresiasi kita atas rasa cinta terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kebahagiaan yang kita tampakkan atas lahir daripada junjungan sosok yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya kita bisa berkumpul pada malam hari ini.
berkat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapatkan kenikmatan beribadah, mudahnya kita beribadah dan lain sebagainya. Ini semua adalah kenikmatan yang patut kita syukuri. Ini semua adalah rahmat yang harus kita syukuri, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau untuk berbahagia, sepaling baiknya kebahagiaan yang harus kita tampakkan dan kita aplikasikan dalam keseharian kita ialah ketika bahagianya kita dalam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita bahagiakan. Dan tadi kita membaca bersama-sama Maulid Simtud Durar. Ini adalah bentuk rasa cinta yang ditumpahkan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Bentuk rasa cinta tersebut terukir dalam untayan syair-syair. Bentuk rasa cinta tersebut beliau tuangkan dan berdasarkan atas niat-niat yang baik beliau mengarang maulid tersebut. Sehingga pada hari ini di semua tempat, di seluruh penjuru dunia, mungkin banyak orang mengenal dengan Maulid Simtud Durar. Ini berdasarkan daripada kebaikan niat. Ini adalah berasal daripada kebaikan niat, cinta dan kebaktian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, beliau adalah tokoh yang dikenal oleh semua orang. Bagaimana ia bisa menjadi orang yang besar? Pasti ada sosok yang hebat di belakang beliau, ialah ayah dan ibu beliau. Beliau dilahirkan dari Syarifah Alawiyah binti Husin Al-Hadi Al-Jufri, kalau saya tidak salah. Ibu daripada Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah sosok wanita soleha yang kesolehahannya sampai terdengar ke telinga ayah daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ketika terdengar di telinga ayah daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, lantas ayah daripada Habib Ali Al-Habsyi mendatangi dua tokoh ulama, dua tokoh, yakni yang pertama Al-Habib Umar bin Sumit dan Habib Muhammad bin Umar bin Sumit dari negeri Syibab. Beliau memintakan daripada dua tokoh ini untuk meminang putri daripada Al-Habib Husin agar bisa menjadi pasangan hidupnya. Ia ingin mempersunting daripada ibu Imam Ali Habsyi atas dasar kesolehahan yang dimiliki daripada calon istrinya. Ia ingin meminang wanita tersebut atas dasar niat yang baik dan ingin mendapatkan keturunan yang baik pula. Beliau adalah sosok dai yang sering berdakwah ke penjuru, dan dengan adanya pernikahan dengan istrinya ini bisa membantu dakwanya di kalangan perempuan. Maka datanglah dua utusan ke ayah dan ke kakek daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Lantas ketika mendengar yang meminang adalah Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, pinangan tersebut pun langsung segera diterima. Tidak ada cerita panjang lebar, pernikahan itu pun dalam 1 kali 24 jam dilaksanakan. Tidak ada mempersulit untuk jalan pernikahan mereka. Lantas setelah mereka menikah, dibawalah oleh ayah Al-Habib Ali, yakni Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, istrinya ke negeri Taribeh. Dibawa ke Taribeh, lantas di sana dia menjadi seorang istri yang soleha, membantu dakwanya di kalangan para perempuan, sampai banyak orang para perempuan, wanita-wanita mengikuti daripada majelis taklimnya. Dan dari sinilah bersumber lahirnya seorang anak yang luar biasa, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Dari dasar niat yang soleh, dari dasar niat yang baik, lahir pula orang yang baik. Kita pun mengenal siapa daripada Maryam binti Imran. Beliau adalah anak daripada Hana, yang mana ketika ia masih dalam kandungan,
Ia bernazar agar anaknya kelak apabila dilahirkan akan menjadi seorang yang berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar saja anak tersebut melahirkan manusia yang hebat, seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari niat yang soleh, dari niat yang hebat, lahir pula anak daripada Maryam binti Imran, seorang nabi yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua adalah bukti kesolehan niat. Ini semua adalah bukti kebaikan niat berkumpulnya kita di ini tempat yang luar biasa besar. Kita kenal dengan Jamiatul Khairiyah yang sekarang dipimpin oleh saudara kami Al-Habib Ahmad bin Ghalib Al-Kaf, yang dahulunya bersumber daripada niat yang kecil yang dimiliki seorang syarifah. Niatnya kecil tetapi semangatnya yang hebat. Mungkin keadaan sekarang yang luar biasa hebat, makmur ini pesantren, dan kita pun mengharapkan doa-doa dari guru-guru kita agar pondok ini semakin maju pesat, dan dari sini menetaskan para dai-dai, orang-orang soleh di bawah asuhan tuan-tuan guru yang ikut hadir pada malam hari ini. Niat Hubabah Ummul Kulthum hari ini telah menjadi bukti adanya kita berkumpul di ini tempat yang sekarang besar berdasarkan bersumber daripada niat seorang yang mungkin saat itu tidak ada yang tahu. Kita tidak mengenal tujuan akan menjadi seperti ini, tetapi kebaikan niat, kecintaan dan kebaktian pada hari ini telah menjadi bukti. Kita bersama-sama menikmati, kita bersama-sama merasakan artinya kebaikan niat tersebut, kecintaan dan kebaktian tersebut dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, hingga pada saat ini kebaikan niat itu masih ada. Maka dengan datangnya bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari perbaiki niat kita agar dengan kebaikan niat ini agar membawa kita dalam kebaikan. Dengan kebaikan niat ini membawa kita mendapatkan rahmat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang pasti. Kalau tadi kita melihat bukti niat, sekarang kita melihat bukti kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mulia, sosok yang agung, tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka yang mencintainya, mereka yang selalu berharap agar mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak mengenal, kita banyak mengetahui dahulu di negeri Yaman ada seorang yang memiliki kecintaan dan kerinduan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam itu angin berhembus bukan hanya membawa dedebuan, tetapi angin berhembus membawa rindu dan kecintaan Uwais Al-Qarani kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keseharian yang sibuk, setiap harinya ia meneka daripada kening ibunya, ia menggosok daripada kening ibunya dengan dasar cinta kepada ibunya. Hal yang demikian membuat ia tidak bisa menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi ia harus berkhidmat terhadap ibunya, dan di sisi lain ada kerinduan yang tertahan di dalam dadanya yang membuat dadanya seakan-akan ingin meledak. Kerinduan itu terus bergejolak, kerinduan itu tidak pernah hilang, kerinduan itu terus berkembang bersemi.
terus bertambah cinta tersebut terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarani, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat untuk memintakan doa daripada Uwais Al-Qarani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Uwais Al-Qarani yang saat itu tidak bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia harus menjaga manusia yang ia cintai, yakni ibunya. Kecintaan terhadap orang tua mungkin amatlah sulit. Kecintaan terhadap orang tua adalah sesuatu yang amat sulit. Kecintaan yang besar yang mungkin setiap kita merasakan. Kecintaan terhadap orang ataupun ibu. Benar saja, Uwais Al-Qarani pada saat itu, Uwais Al-Qarani akhirnya memberanikan dirinya. Ia mendatangi kota Madinah. Pada saat ia mendatangi kota Madinah, Uwais Al-Qarani berharap agar ia bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Tetapi dengan tubuh yang gemetar, harapan yang hampir putus, ia mendapatkan kabar bahwasanya junjungan agung yang ia harapkan perjumpaan itu telah meninggal, sehingga membuat ia tidak bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Maka sahabat pun memintakan doa daripada Uwais Al-Qarani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa Uwais Al-Qarani? Dia orang yang memiliki kecintaan yang hebat. Namanya tidak dikenal, seorang yang tidak masyhur di bumi, tetapi ia masyhur di langitnya Allah. Para malaikat mengenalnya, para malaikat mengetahuinya, yakni Uwais Al-Qarani. Balasan yang ia dapatkan, kemuliaan yang ia sandang berdasarkan daripada rasa cinta yang ia miliki terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan momen daripada bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bulan yang membawa kecintaan kita semakin bersemi di dalam sanubari, sehingga lahirnya kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti halnya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Iblis menjerit, iblis menangis karena lahirnya sosok junjungan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis mengatakan, inilah anak yang dilahirkan yang kelak akan merusak pekerjaan-pekerjaan kita. Dan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan berhala-berhala berjatuhan, api majusi yang selama ini disembah pun padam. Maka jadikan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, lahirnya kecintaan terhadap baginda Rasul dalam hati kita membuat mereka iblis menangis, menyesali dan menangisi yang selama ini mereka berusaha mengajak kita untuk lalai kepada Allah. Maka rusak usaha mereka dengan cintanya terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu hal, karena salah satu sebab doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Ibrahim bin Adham dari beberapa sebab, salah satunya ketika mereka para penduduk Basra bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Aba Ishaq, kami berdoa, kami mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa-doa yang kami panjatkan, tetapi pengharapan itu belum
kami dapatkan, belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Ibrahim bin Adham mengatakan, kalian mengaku adalah orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian tidak pernah menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengaku musuh daripada syaitan, tetapi setiap harinya pekerjaan kalian sama seperti halnya pekerjaan para syaitan. Kita sama-sama memperbaiki diri kita. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Kita adalah orang yang setiap hari masih lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak melakukan kedurhakaan. Setiap harinya kita terus melakukan kemungkaran. Masih saja kita menumpuk daripada kedurhakaan. Maka marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min rusulin illa liyaqa'a bi'idznillah walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim." Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengutus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk ditaati biidznillah. Dan jikalau seandainya di antara kalian para pelaku kedurhakaan datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar taubat maghfirah yang mereka harapkan diijabah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat-taubat tersebut. Maka jadikan momen kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab pintu taubatnya kita terbuka. Maka jadikan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai hari ini, esok dan seterusnya kita akan menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita harapkan dan apa yang telah akan kita lakukan mulai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab berkumpulnya kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت القادر على طلباتنا وتعلم حاجاتنا
ونسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا ولما قضيت حاجاتنا ولما شفيت مرضانا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kami ulangi sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid untuk malam besok bertempat di rumah Kompol Haji Fauzi di Jalan Hasanuddin RT 89 RW 13 samping Masjid Munawwarah Maskarebet. Ini ada kuis pertanyaan 2, hadiahnya 2 untuk yang di bawah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman. Sebelum menjawab, tegak dulu, kalau ditunjuk baru jawab.